الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وبوأ لإبراهيم مكانا تكرما منه ومنا، وأمر تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بحجه فلباه المؤمنون حسا ومعنى، وتوارث المثبتون حجه قرنا فقرنا حتى بزغ فجر الإسلام فجعله الله له ركنا. والصلاة والسلام على أشرف من حج واعتمر وأفضل من تعبد لله وذكر، سيدنا محمد القائل خذوا عني مناسككم لتتعلم حجه وتقتفي أثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن على طريقته استمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تنفعه طاعة من شكر كما لا تضر معصية من كفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بكل خير أمر وعن كل شر زجر وحذر. أما بعد عباد الله، فأوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله. إخوة الإسلام والإيمان، هذا موسم الحج قد أقبل وقد شد الموفقون رحالهم إلى البيت العتيق، يتوافدون إليه رجالا وعلى كل ضامن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وليعبدوا ركنا من أركان الإسلام فرضه الله تبارك وتعالى بقوله جل ذكره: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله تبارك وتعالى إخوتي في الله رتب على أداء الحج الأجر الكثير والفوز الكبير من مغفرة الذنوب والفوز بالجنة ونعم المصير. ولقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولذلك إخوة في الله، فإن أفئدة المؤمنين تهفو إلى تلك المشاعر وتحن إلى تلك الأماكن وتتطلع إلى أداء تلك المناسك والفوز بما فيها من نفحات عميمة وجوائز من ربهم الكريمة. فهنيئا لمن وفقه الله إلى ذلك ويسر الله تبارك وتعالى لهم. أيها الإخوة، ولأن تلك الفرص لا تتكرر فيجب اغتنامها على أفضل وجه كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تندم على ضياعها ولا تتحسر. وهناك أصلان عظيمان إخوة الإيمان لا بد من توفرهما لمن أراد أن يقبل عمله ويتحقق عمله. أولهما الإخلاص وترك الرياء، فقد قال الله تبارك وتعالى في هذا الشأن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فعلى المسلم أن يخلص قصده وعمله لله ولابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال والأقوال، فلا يقبل الله عملا إن لم يكن مأخوذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تبارك وتعالى تعليما وتكريما: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن أجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العشر
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله ليفوز فوزا عظيما. وكان يكرر عليهم صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل حجه وذهابه وإيابه هذه العبارة المعروفة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، حرصا منه صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به ويتعلموا عنه مناسك حجهم لينالوا المقبول والفوز بالمأمول. ومن هنا نعرف أهمية تعلم كيفية الحج ومعرفة أحكامه قبل أن يرتحل أحدنا إلى بيت الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واستغفروا ربكم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وكفى، وصلاة ربي وسلامه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ذوي القدر والوفاء. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، ومما يجب معرفته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جعل لأمته مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج والعمرة إلا محرما، ومن تعداها بدون إحرام فقد أثم ووجب عليه الرجوع إليه ليحرم منها أو يلزمه دم جزاء على ترك ذلك الواجب من واجبات الحج. እንደተገለጸው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠልን ግዴታዎች አላህ ተባረከ ወተዓላ በፈለገበት መልኩ ማከናወኑ ግዴታ ይሆናል። ያንንም እንግዲህ እንዴት እንደምናከናውነው ሱናውን በሚገባ ተከታትለን መማርና ማወቅ ስላለብን አንድ ሰው ከቤቱ በሚነሳበት ጊዜ በሐላል መነሳት እንዳለበት፣ እንደዛው እስትግፋርና ተውባ በማድረግ ከወንድሞቹና ወዳጆቹ መሀል ያለውን ችግር ካለው በአውፊታ መጨረስ፣ ሄዳ ካለበት ከባለ ሄዳው ፍቃድ መጠየቅ፣ እንደዛው ኢኽላስ ከልቡ ለአላህ ብዬ ነው ይህንን ሐጅ የሚያደርገው። በተለይ ይሄ ሐጅ የሱናው ሐጅ ካልሆነ ዋጅባቱ ከሆነ ግዴታውን ለመወጣት የአምስቱ እስልምና መሰረቶችን ለማከናወን የሚሆን የሆነ እንደሆነ ልዩ የሆነ ትኩረት ሊደረግበት ስለሚገባ፣ እንደዛው ሁለት ልብስ መልበስ እንዳለበት፣ ሁለት ፎጣ ሁላችሁም እንደምታውቁት ምንም ስፌት የሌለው ለብሰው ተነስተው እንዲዘጋጅበት እንደሚያስፈልገው፣ ምን ብሎ እንደሚሐርም አህካሞቹ አሉ፣ ዋጅባቶቹ አሉ። በሐጅ ላይ የሚከናወኑ ድርጊቱ ላይ የሚደረጉ ስነ ስርዓቶች አሉ። ከተግባርና ከቃላቶች የተለያዩ ነገሮች አሉ። ይህንን ነው ሸሪዓ የሚፈልግብን። ዝም ብለን ብቻ ቅድም እንደተናገርነው ወደ ሐጅ እየሄድኩ ነው፣ ወደ ነቢዩ ዚያራ እየሄድኩ ነው ብሎ ብቻ በምርቃና ሄዱ መመለስ አይደለም። የሚከፈለው ገንዘብ ነው፣ አላህ ይጠይቀናል። የሚደረገው ጉዞ ረዥም ነው። እንደዛው የምንከናወነው የአንድ እስልምና መሰረት ወይም ምሰሶ ነው። በቀላሉ ማየት የለብንም። ከኢኽላሳችን ከንያችን ጀምረን ይህንን በምናከናውንበት ጊዜ፣ ሐጅ በምናደርግበት ጊዜም ደግሞ አንድም ሰው አዛ ማድረግ የለብንም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ሲያስቀምጡ አልሐጁ አልመብሩር ለይሰ ለሁ ጀዛኡን ኢለል ጀና አሉ። በጣም ንጹህ የሆነና ያማረው ሐጅ ጀዛው እንዳው ጀነት እንጂ በሌላ ተቆጥሮ የሚሰጠዋል ጀነት ነው። በቃ ሰውየው ጥያቄ አነሳና አረፍና አልሐጃ ሐጅን አውቀናል፣ ወማ ብሩ እጅ የጨመራችሁበት ሐጅ መብሩር ያላችሁ ግን አላወቁትም። ምንድን ነው ብሩ ማለት? አልመብሩር የተባለችው ምንድን ነች? ጣዓሚ ወጢቡል ከላም፣ በተቻለ መጠን ለምስኪን እያዘንክ እያበላ አንድም ሰው ሳትጎዳ በምላስ ሆነ በእጅ ሰው ካንተ ሰላም እንዲያገኙ ካደረገ፣ ሰውን እየገፋ ሰውን እየወረወር። አንድ ጊዜ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዑመር ብን ኸጣብ ከአባ ሀጀር አልአስወድን ለመሳም እየሄደ በጣም ጉልበት አለው፣ በጣም ትልቅ ግዙፍ ሰው ነው። ሰውን እንደዚህ ብቻ እንዳደረገው አራት አምስት ሰው ወደዚህ ይወድቃል። ገና ሳይመታ በቃ እንደዚህ ብቻ ሲያደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አዩትና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም አንተ ከዛሬ ጀምረህ ሀጀር አልአስወድን አትሳማ፣ በተለይ ሰው ባለበት አንተ ሳታውቀው ሌሎቹ ስንቱ እየተጎዱ ነውና አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም። አንድ ነገር እንሰራለን ብለን ኸይሩ የባሰ ሌላ ኃጢአት ውስጥ ነው የምንገባው።
አንድ ቀን እንደዚህ ኹጥባ እያደረጉ መንበር ላይ እያሉ አንዱ ስለ አንደኛው ሰልፍ ብቻ ነው የሰማ መሰለኝ። ከዛ ይሮጥ ይሄኛው በጉልበቱ ይሄኛው በእግሩ ምናምን እያለ ሰው እየተራመደ እዚህ ጋር ሲመጣ ቁጭ ባለ ይባላል። አንደኛ ደረጃ ቆይታ ሁለተኛ ሰው አዛ ያደረገ የምታገኙ ነገር የለም እዚህ ቁጭ ባለ ይባላል። እና አንድ ኸይር በምንነገረን ጊዜ ሰዎችን አዛ አድርገን ሰዎችን አስጨንቀን አይደለም የምናደርገው። አብዛኛዎቹ የሰው ገንዘብ የተለያዩ ሀቅ ያለባቸው ሀጅ ያደርጋሉ። የቱ ሀጅ ነው የምንፈልገው? ሀጅን መብሩር ከሆነ ስነ ስርዓት አለው። ወደ ዑለማ ጠጋ ብለን ስነ ስርዓቱን አውቀን ቢያንስ ደግሞ አላህ ከወፈቀን አንድ ዓለም ወሰል ያለ ዓለም በደንብ አድርጎ ስለ ሀጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ የሚፈለገውን ነገር ዋጅቡንና ሱናውን ጨምራችሁ ሞልታችሁ ስጡ በቅደም ተከተሉ ብሎ ለዓለም ነግረው ወስዶ ሊሄድ ይችላል። ያቺ በጆሮ ላይ ያስቀምጠው አንድ በአንድ ያከናውኗት እኽላስን ጨምሮበት ሐላል ገንዘብን ይዞ ሄዶ ከመጣ የጀነትን ዋጋ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። የጀነት ዋጋ ይሆንለታል ማለት ነው። ዋጅቡ ይወርድለታል። አጥያቱ ገና ዛሬ እንደተወለደ ልጅ ነው የሚሆንለት። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዛ አይነት ሐጀት መብሩር አላህ የሚወፍቀን በበለጠ ዕልማችንን እየወሰድን ከዑለማዎች ተጋብለን ዕልሙን እየወሰድን በጣም የተከበሩ ወራቶች ናቸውና እዚህ ያሉት ሰዎች ራሳቸው መጠበቅ ያለባቸው ነገሮች ስላሉ በጣም የተከበረ ወራት ውስጥ ስላለን አንዳንድ ባህል የሆነብን ነገሮችና አንዳንድ ከምናደርጋቸው ስህተቶች ከቃልም ሆነ ከተግባር እየቀነስን ክቡራት ወር ውስጥ ያለን መሆኑን በደንብ እየተገናዘብን ኢንሻአላህ ተዓላ እንድንኖርበት ያስፈልጋል። ሰሉ ወሰሊሙ ዐላ ኻተሚል አንቢያኢ ወል ሙርሰሊን ከማ አመረኩም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቢዛሊከ ቢቀውሊሂ ኢነ አላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሀ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም ወባሪክ ዐላ ነቢይከ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات لا يحملهم الاموات انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم.